بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنتعرف على أداة من أدوات التعديل اللي هي أداة السكيل. هنيجي مثلا نعمل بوكس زي ده كده. عاوز أعمل لده للمجسم أو البوكس ده سكيل، سواء أكبر أو أصغر. فنروح زي ما تعودنا دايما في الأوامر التانية أو الأدوات التانية، لازم نحدد الجسم الأول أو السطح اللي احنا هنعمل له سكيل. بعدين نيجي نضغط على سكيل هنا، فبنلاقيه عمل لي بوكس خارجي كده، فريم خارجي مكون من نقط تقدر تسحب منها. يعني مثلا أنا عاوز أعمل سكيل مش للمجسم كله، لأ، أنا عاوز أعمل اللي هو الطول ده، اللي هو الارتفاع. عاوز أعمل مثلا الارتفاع، باجي أروح ماسك من هنا بلاقيه لونني باللون الأحمر وعمل لي خط وهمي بين النقطتين اللي هيتعمل لهم سكيل. وأروح ضاغط كليك وأروح ساحب. بلاحظ إن هنا بيتكتب لي السكيل اللي بشتغل بيه أو اللي أنا بعمله. مثلا أنا عاوز أعمل الارتفاع، أضغط 2 من الكيبورد وأضغط إنتر، فبيتعمل لي سكيل له حسب ما أنا عاوز. ولو عاوز مثلا أعمل من الجنب هنا سكيل، أروح ضاغط مثلا عاوزه 5 وهكذا. طيب أنا عاوز أعمل المجسم كله، إما إن أنا باجي من الأحرف دي من الكورنر ده وأروح ساحب كده، فبيتعمل لي كله بسكيل. مثلا أنا اكتب 3، فبيتعمل لي سكيل لكل الأضلاع، الارتفاع والطول والعرض. أو إني مثلا لو أنا عاوز نخليها عملي كده شوية، أنا عاوز أعمل كون اللي هو المخروط، بروح أعمل اسطوانة زي دي كده، دايرة، وأعمل لها اكسترود، وأجي من هنا أعمل لده سكيل عشان أقلب. هو هنا الدايرة قلت كلها، قلت كلها مش قلت من دول. يعني مثلا أنا ممكن أجي من الدايرة ده وأعملها، أضغطها بالطريقة دي كده فتتعمل إليبس. لا، هنا بتتعمل كلها بس مش مدياني المخروط منتظم جاي مايل كده. فبنروح ضاغطين كنترول واحنا بنعمل سكيل، فبيروح عاملها لنا عند المركز بالظبط، عند نقطة المركز، سواء بتكبر أو بتصغر السكيل بتاعها وتضغط. وبعد كده مثلا أنا عاوز أخليها 1/10 مش 11%، أو أخليها 5/10 اللي هي النص، أيا كان. هنلاقي إن السنتر بتاع الدايرة ده فوق السنتر بتاع الدايرة الكبيرة اللي تحت، وأوعين على خط واحد. خدنا في الفيديو بتاع الروتيت لما اتكلمنا على إننا إحنا ممكن نعمل تويست. نزود، نكبره شوية. ممكن نيجي من هنا أخليها من هنا. ونقسمها مثلا 10، كنترول انتر اسمه 10 برضه. المرة اللي فاتت قلنا إن إحنا نقدر نعمل روتيت فيتعمل لنا تويست
بالشكل ده. احنا هنا ممكن نعمل سكيل ونعمل تويست في نفس الوقت، أو اللي هي الدوران، فيطلع هو يكون مبنى بالشكل ده. وكل ما الارتفاع زاد كل ما كان عدد اللفات أسرع وأكتر من غير ما يحصل تشوه. ده أمر سكيل. ناخد الأداة التانية أو الأمر التاني هو الأوفست. الأوفست هنا في السكتش أب هو نفس الأوفست اللي في الكام. أنا عندي دايرة مثلا زي دي كده، باجي هنا مش لازم أحدد في المسطحات. أما لما ألاقي أما أكون مثلا حاجة زي كده زي الدايرة دي، باجي آخد الأوفست من غير ما أحدد، هو بيحددها لي. بروح ضغط كليك وأسحب لقدام أو لبره، لجوه أو لبره. برضه بلاحظ هنا بيكتب لي الطول بتاع الأوفست اللي أنا هعمله. مثلا أنا عاوز أعمل أوفست 2/10، ودي بنستخدمها لما بنيجي نعمل حوائط. يعني مثلا أنا عندي أوضة 5 في 6، وأعمل 2/10 وأفتح دول عشان لما أجي أرفع ده مثلا يكون 3 متر. وبعدين أجي أعمل مثلا سقف هنا كده وأمسح ده، فبتعمل لي وليكن أوضة أو غرفة انتريور. ممكن برضو أعمل الأضلاع أو الخطوط. أنا عندي الخطوط دي كده، بس هنا لازم أحدد الخطوط الأول، وبعدين أجي من هنا آخد من نقطة وأسحب لجوه أو لبره حسب ما أنت عاوز، مثلا 3/10. ده كان نهاية أوامر أو أدوات التعديل، ونكمل في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.